خصم 25% للمطعمجية على المنيو كله. مطعم جديد في سموحة اسمه شوكة وسكينة. واحد زميلنا جربه ورشحه لنا، وخاصة الفطير المشكل اللحوم. وطلبنا فطيرة بسطرمة صدق بميكس الجبن والخضار والصدق والبسطرمة، وجهزت الفطيرة عشان تدخل الفرن. وقلنا نجرب البيتزا والمكرونة والكريب، والراجل عمال يطوح ويموح في اللقمة ونزل عليها بالجبنة الموزاريلا، وارمي بقى والشيدر والخضار والفراخ الكريسبي، يقطعها ويحطها على الجريل وينزل عليهم بالصوصات والكاتشب والمايونيز، والجبنة طالعة سايحة ريحتها فايحة، جبنة طبيعي. منظر الكريب خطف قلبي الصراحة. ويقفلوا بقى بوش الجبنة ويلفوا آخر جمدان. واحد كريب متين عايز أكيل من المطعم جه. وهنا الأكل استوى في الفرن، والشيف يخرج الفطيرة وحجمها كبير ومنظرها تحفة وطرية كده ومورقة والحشو حلو. تخرج المكرونة بالبسطرمة الدايبة في الجبن والوايت صوص. والبيتزا المشكل جبن الشيف يفنشها لنا ويقطعها، والبيتزا مخدومة كويس قوي. وخدنا الاكل على الترابيزه عشان نشوف الطعم ايه نظام. ودخل الجنزوري على الفطيره المشكل اللحوم اللي جربها من عندهم قبل كده، وبسببها رشح لنا المطعم، وطعمها مظبوط وجامد قوي، والفطيره محشيه ومخدومه كويس. ونصر داق الفطيره وتكيف قوي من عجينه الفطير المورقه وحشوها والجبن ومظبوطين، وطعم العجينه حلو قوي. المكرونه كويسه كطعم وصوص مظبوط، بس كان محتاج يزيد شويه. والكريب بقى حشو كتير، والجبنه جوه كميه رهيبه، والفراخ نضيفه، بس التركي كان زياده شويه. اما بقى حوده دخل على البيتزا وكانت عاجباه قوي طعم الجبنه، والعجينه طريه ورفيعه وجامده قوي. البيتزا عجبت حوده وفضل متبت فيها ومحلهاش، وفضل يضرب مثلث ورا التاني، مش عايز حد ياكل معاه ولا يدوق معاه فيها. وحوده عمال يزلط وفرحان قوي بطعم البيتزا وما بيكسفش ايد حد. واي حد هيطلب دليفري هياخد فطيره حلوه هديه لاي حد هيطلب تبع المطعم جه.